أعضاء المكتب 4 من أعضاء المكتب السياسي من حركة الشعب. يعتبر الخيار جاء بعد صراع طويل. هل هذا يتسمى سلمته في الزخم النضالي لاسم حركة الشعب لفائدة شق آخر؟ لا، نحن ما سلمناش في الزخم النضالي، لأن الزخم النضالي يصنعوه المناضلين، والمناضلين هم الموجودين باش يصنعوا زخم نضالي آخر. أما حبينا ننأى بأنفسنا على المهاترات وعلى صراع سيستنزفنا جميعا، وإحنا ما نحبوش نلجوا لهذا الأسلوب من أنواع الصراعات. خيرنا أنه نبتعد، وخيرنا أن نعيد تأسيس حالتنا السياسية على نظافة كما يقولوا، مش على عركة. نأسس على أسس أمتن وعلى برنامج أوضح. واكشفتوا المناضلين اللي موجودين هنا حوالي 90 مناضل حاضرين، هم جزء من كل، وقادرين ومصممين أن يعملوا حاجة أفضل بكثير من الشيء اللي يتعمل. أنا أستذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أخرجتني من بلد أحب إلى بلد تحب. اللهم خرجنا من حركة الشعب التي أسسناها بجهد وبمعاناة وبنيناها قشة قشة إن شاء الله إلى التيار الشعبي الأرحب والأداة النضالية الأمتن والأصلب. وأعتقد أنه خيارنا رغم الصعوبة لأنه كان صعب. اخترتم اسم التيار الشعبي اقتداء بخيار حمدين صباحي في مصر التيار الشعبي. هل سيكون التيار الشعبي في تونس مظلة كل القوميين؟ سيكون مظلة كل المناضلين. نحن نحب نقولوا التيار الشعبي أسسناه بالناصريين مش للناصريين، أسسناه للقوميين مش بالقوميين مش للقوميين. هذا التيار، هذا الجسم السياسي يكون مفتوح لكل الطاقات وكل المناضلين الوطنيين اللي يؤمنوا برنامجه. ما هوش مغلق ايديولوجيا، ونرفض ان يكون مغلق ايديولوجيا.